لم يكن هذا هدفهم بالمطلق، إنما يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وينصرون الله ورسوله، والله أعلم بالنوايا. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. هذا حال من هاجر. أما حال من هوجر إليه ماذا يقول الله عز وجل عنهم؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا واقع حال من؟ الأنصار من الأوس والخزرج، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، لدرجة أنه لم ينزل مهاجر في بيت أنصاري إلا بالقرآن. كانوا يتنافسون على استضافتهم. يا رسول الله هذا عندي وهذا عندي وهذا عندي وهذا في بيتي، عندي متسع من البيت، عندي متسع من الأرض، عندي متسع من المال، إلى درجة موقف أجل وأعظم سيبقى يذكره التاريخ إلى يوم القيامة. سعد بن الربيع رضوان الله عليه والصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، موقف جليل آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آخى بين الأنصار والمهاجرين والأنصار، آخى بينهم إلى درجة أن الأنصاري لا يرثه إلا المهاجر، إلى درجة أن الأنصاري لا يرثه إلا المهاجر. وفيما بعد أن استقر المسلمون وأصبح لدى المهاجرين فقراء أموال وثروات، رد الله عز وجل الميراث إلى البنين والأقارب، لكن إلى درجة أن الأنصاري يورث ماله إلى المهاجر. وقف سعد بن الربيع قائلا لعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه: يا عبد الرحمن، إن أهل المدينة يعرفون أنني أكثرهم مالا، لدي من المال الكثير، وعندي زوجتين، اختر أجملهما أطلقها لك حتى بعد إذا انقضت عدتها تتزوجها. بالله عليكم لو أن أحدا منا الآن ونحن نشاهد نماذج كثيرة جاء إليه فلان تعال عندنا نعطيك رتبة كذا، سيترك الغالي والنفيس ويذهب إلى الرتبة، يجري خلف المال وخلف المنصب. طبعا عرض من الدنيا يدفعه إلى أن يبيع دينه، لكن عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه يعلم الناس على مدار التاريخ الدرس، يعلم الناس على مدار التاريخ الدرس أن أخاك إذا بادلك المحبة والأخوة لا تقابله إلا بمثلها. فقال له: بارك الله لك في أهلك وفي مالك. لم يكن أنانيا ولا طفيليا يقول ما دمت من أغناهم مالا فلما آكل وأشرب وأنا أنام ومستريح، كما يفعل البعض الكثير اليوم، وخصوصا من المنتسبين إلى دائرة العمل الإسلامي. فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول له: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلني على السوق. يريد أن يعمل، يريد أن يتاجر، فدله على السوق، باع واشترى وعاد ببعض من فضلات الربح. وفي اليوم الثاني والثالث وبعد أيام جاء وعليه العطر، فإذا به يقول: يا رسول الله تزوجت. من خالص ماله تزوج بعد أن عمل، مع أن المال الذي عرض عليه مال كثير، إلا أنه أبى إلا أن يتزوج من حر ماله. إخواننا وأحباءنا في فلسطين الإسلام اليوم، فلسطين مرحلة التحول، نحن بحاجة إلى نموذج عملي قرآني يطبق القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد ادعاء أن ندعي نحن أولياء الله في الأرض، نحن أطهر فئة، نحن فئة الصدق، فئة الحب، فئة القتال والمقاومة إلى آخره. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. الله عز وجل أعلم بمن اتقى، أعلم بالصادقين، لذلك قال عن أولئك المهاجرين الفقراء: أولئك هم الصادقون. أما نحن فنزكي أنفسنا بما ليس فينا بغير واقعنا، نمارس الغش، نمارس الخداع، نمارس الأنانية، نمارس الحزبية، ثم ندعي بأننا في قمة الطهر. أهلنا وأحبانا، القرآن نزل لكي نطبقه،
وليس فقط لكي نتلوه من طرف اللسان، ليس فقط نتلوه من طرف اللسان، لكي نطبقه ونلتزم به ونجسده واقعا أخلاقيا حتى نستحق نصر الله كما استحق السابقون من أهلنا من المؤمنين الذين نفتخر بهم. ثم الشق الثالث من المعادلة، حدثتنا الآيات القرآنية عن المهاجرين وعن الذين أهل الديار من الأنصار، ثم الذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم هذه لكم أنتم ومن سبقكم من التابعين ومن سيأتي بعدكم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هل هذا هو حالنا؟ هل نستغفر لإخواننا المؤمنين أيا كانوا وفي أي مكان كانوا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اغفر لنا كمؤمنين في فلسطين، نعم، اغفر للمؤمنين في مصر، اغفر للمؤمنين في الباكستان، في أفغانستان، في شمال أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الشمالية، في جنوب أفريقيا، في أوروبا، في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. على الحزبيين المنتمين لدائرة العمل الإسلامي أن يقفوا عند هذا الموقف، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كل المؤمنين إخوانكم أيها الحزبيون، كل المؤمنين إخوانكم، فطهروا قلوبكم كما يريدكم الله، كما يريدكم القرآن، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا منطق القرآن، بذلك يكتمل نور الإيمان وحلاوته في القلب، ونكون أهلا لثقة الله ونصره كما كانوا أهلا لثقة الله ونصره. الله عز وجل وعدهم وصدق وعده ونصرهم في فترة قصيرة. الله عز وجل وعدنا ولن يخلف وعدنا، لكن علينا أن نراجع أنفسنا، هل نحن على قدر هذا الإيمان الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين؟ إن كنا كذلك فنحن قريبين من النصر، وإن كنا غير ذلك فعلينا أن نربي أنفسنا وأن نروضها وأن نأخذ أنفسنا بالقوة بالتأديب حتى نصل إلى هذا المستوى، حتى نستحق نصر الله. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كنت أود أن أتحدث في الخطبة الثانية عن الواقع السياسي وتخلي أمريكا عن وروداتها السابقة ووقوفها خلف الإجرام الإسرائيلي بلا حدود، لكن هناك شق آخر من المعادلة في دروس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتم علي أن أتحدث فيها، خصوصا بعد أن خاطبنا بعضا من الحزبيين المنتمين إلى دائرة العمل الإسلامي أن يعالجوا نفوسهم ويراجعوا مواقفهم. ازدحم أنصاري ومهاجر على عين ماء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصاري ومهاجر يريد أن يستقي، وكل يريد أن يملأ وعاءه من الماء، فازدحم إلى درجة الخصومة والمشادة، فإذا بالأنصاري يقول يا للأنصار، وإذا بالمهاجر يقول يا للمهاجرين. فاجتمع القوم، بعض من الأنصار وبعض من المهاجرين، وكانت تقع فتنة. الأنصار الذين امتدحهم الله عز وجل في القرآن في مواطن عدة، والمهاجرين الذين ذكرنا بعضا من جوانب آياتهم من صفاتهم في بعض من الآيات السابقة، وكلهم وصفهم رب العزة جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا مدح الله والثناء عليهم. لكن هنا كانت لحظة ضعف بين المهاجر والأنصاري. تلاها لحظة ضعف بين بعض من المهاجرين وبعض من الأنصار إلى درجة أن كادوا أن يقتتلوا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوسهم ويقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها نتنة. أن تستغيث بالأنصار وبالمهاجرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها نتنة. من هنا انطلق ومن هذا الدليل إلى تلك المسميات الحزبية التي ينتصر بها البعض اليوم. دعوها فإنها نتنة، دعوها فإنها نتنة. مهما كان حزبنا الذي ننتمي إليه فلن يكون أطهر من الأنصار، مهما كان حزبنا الذي ننتمي إليه فلن يكون أطهر من المهاجرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي دعوى الجاهلية، الانتماء للحزب العرقي دعوى جاهلية، الانتماء للحزب العرقي دعوى جاهلية. ويقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها نتنة. والله إخواني وأعزائي، أكثر ما كان يؤلمنا ويؤلم أحبائنا من المسلمين في العالم حينما يتعرفون علينا، حينما التقينا بهم في موسم الحج، بأننا فلسطينيين يكادون أن يتمسحوا بنا، لكنهم يألمون ويتألمون لهذا الانقسام الواقع الذي هو نتن بدعوى الجاهلية كما قال رسول الله صلى الله وسلامه عليه. إخواننا وأحبائنا، لدينا دائرة أعظم، أرق وأطهر وأرحم وأحب: الإسلام، الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وإن اختلفنا في الموقف السياسي، نعم ليس عيبا أن نختلف، لكن أن نتناحر، أن نقتتل، أن نتفرق، أن نتحزب لهذه الدعوة والعدو المجرم يمارس اليوم ممارساته القذرة في القدس وحولها، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، في كل الساحات. العدو الأمريكي اليوم يقف بلا خجل، يدوس على كل وعوده السابقة ويقف خلف إسرائيل ولا يعتبر أن الاستيطان يهدد عملية السلام. والبعض منا لا زال يثق في الموقف الأمريكي. إخواننا وأحبائنا، أمريكا عدو كإسرائيل تماما، ويجب التعامل معها كذلك، ويجب أن نعود إلى صفنا، أنا وأنت وهو وهي وكل أبناء شعبنا إخوة. وإن اختلفنا في الموقف السياسي يجب أن نرص صفوفنا أمام العدو المشترك، ولا نترك له مجالا أن يفرق بيننا كما كان يفرق بين الأوس والخزرج، وكما حاول المنافقون أن يفرقوا بين الأنصار والمهاجرين. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمن روعاتنا وفرج كرباتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا عاجزون فانصر مقدساتنا. اللهم إنا عاجزون فانصر أغصانا. اللهم إنا عاجزون فانصر ضعفانا. اللهم ارحمنا برحمتك واشملنا بعنايتك وارحمنا بفضل كرمك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم بتوبتك نستغيث. يا حي يا قيوم بنصرك نستغيث. يا حي يا قيوم بجنتك نستغيث. يا حي يا قيوم من نارك نستغيث. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.